قولوا اللي مش متسانس بالبخور تتحرق حوايجه. احنا ماناش نتاع ثوره ونتاع ديمقراطيه ونتاع حريه. شهر اي المشهار شنو يعني؟ المشهار بتاعنا مشى مات. ما ناقص لا دي والاسعار تفاجأ، ترقد على السعر تقوم تلقاه السعر تغير. اي وين ماشي؟ فقوس 7000 يجي البير ب 7000 فرنك. ها وخذيت 3 كعبات طلب ب 2500 3 ود قمره. الجولية كل شيء غالي، كل شيء. يا اخي قلت اعطيني كعبه رمان، قال لي 3000 كعب. توا بالله دولة تنتج الحليب والسكر ونلقاو الصف معناها من 6 بتاع الصباح قدام المغازات الكبرى. كي تقعد هو مات قاعد، فهمتني؟ مات وهو قاعد اصلا، فهمتني؟ ويني؟ توا اليوم لو 2 بالشهر اليوم الناس كلها تسلف. المواطن التونسي صار يعاني من غلاء المعيشة. الاسعار اليوم في المارشي سنترال يا خويا نار، اسعار ما ثماش في في تونس الجمهوريه كيما البنك اسمه المارشي سنترال. هي وين ماشي؟ فقوس 7000 يجي البير ب 7000 فرنك، فهمتني؟ ها وخذيت 3 كعبات طلب ب 2500 3 ود قمره. ها ب 2700 وين ماشي؟ فهمتني؟ تدق ب 12000. فهمتي؟ برا شوف الطماطم والبطاطا، البصل حاشاك، فهمتي؟ ها هي تو قداش؟ ب 2500 الطماطم ب 2500 بطاطا متيله ب 2000 ويش، فهمتني؟ يا ودي نحكي له على جربان برا شوف هكا قدام باب المارشي ب7 دينارات، وقت اللي هي تو فهمتي مش ولي وقتها تو فهمتي ب 7000 وين ماشي؟ ما ثماش ما عادش حاجات اللي هي توا ولد قمر انت توا يحطوا في شو اسمه هذا كيما الفقوس الخيار، جاي الخيار ب 5000 و500 زاد مش حتى 5000 5500 وين مش تمشي؟ سامحني يعني وين تدور تتشحط وش يقول لك يحط لك في اسمه البسكوله ها وبعد يقول هاي باهي 7500 باهي هو يعطيني ب 7000 يا رمضان يا اخي قلت تعطيني كعبه رمان قال لي 3000 كعبه فهمت؟ قلت له لا ثماش حاجه صغيره قال لي لا ثم كاين كبار فهمتي؟ مانيش كعبه رمان ب 3000 كعبه رمان هاني وصلت عند ذاك فهمتي؟ هاولك في الشوك. سامحني انت شهريتك ما خلينا نقولوا ما تخليكش تشتري اللي تحب عليه. عليه اللي نحب عليه نكدسها الشهريه نتاعي كلها في الخضره والغله. شنو؟ هو قاعد يمشي بشوي بشوي. شهر انت؟ شهر اي. المشهار شنو يعني؟ المشهار بتاعنا مشى مات. انا والله صدقني وكان يسمع فيا توا السيد وزير الماليه ولا معوض البنك المركزي، لكن الناس السراق بتاع البنك بتاع فهمتي لا السراق فهمتي لا هاتوا راه السيد الرئيس الله يرحم والديه فهمتي هاكا يعطي فيهم توا في الكلاط والمصبر فهمتني. العباد ما عادش فايقه بالعباد فهمتني. الشهريه سكن يصبوها نهار 25 وقت اللي عليه كلمه قاعد هو مات قاعد فهمتني مات وهو قاعد اصلا فهمتي؟ وين؟ تو اليوم لو 2 في الشهر اليوم الناس كلها تسلف تمشي انت لا تاخذ افونس على الشهريه نتاع جانفي. واليوم 2 في الشهر. اليوم 2 في الشهر هي تو انت تعطيها له نهار 20 واليوم هذا 12 يوم تو وين؟ تو لا وقتي ما تبعدش الواحد ما والضوء 400000 وجاو باش يقصوها هاي بحذاك هاي 400 دينار ها استنى مش يقص هاك مش يقص الماء هو كفايه 313 هاي الفاتوره قداش فيها الماء الضوء 400 ويش ها 480,000 هي يا دوب تخلط على الماء والضوء. يا ولدي انت تو هما تعرف واش ولاو يعملوا ولاو يجوا يلقوا الشهريه تقبضها من هونيه عندك بها الضوء يجي نهار 23 22 باش يعرفوا الشهريه قد فهمتني. والماء كيف ما عادش فيه تو هو ثم زياده تسنيه زياده بيزيدوا فيه كل مره ناخذوا كاك شكوى تاع البن فهمتني. هو بارك الله فيه تاع الاتحاد سي الطبوبي شد لهم الخناق نتاعها قال لهم اخويا انت زيد الموظفين تو زيد انت في 50,000 تو تعطي نلقاها 42 و8000 ومشت نعطيك واحده اخرى لكن الشاهد الله يخلص له حل ما عندي انا فهمتي لا اهرب بالسوارد قالوا نحو 1% من الموظفين نتاع الدوله اليوم 3 سنين ما نحواش. اوجه ندائي الى رئيس الدوله المسؤول عن شعبه ان يمكنهم من معيشه يعني فيها كرامة، لأنه المواطن التونسي الآن يشعر بتعب وبإرهاق لملء قفته اليومية وتوفير حاجياته الضرورية للحياة. أنا من منطلق أستاذ تعليم ثانوي متقاعد بعد 36 سنة تدريس لما ننزل بمبلغ معين للمرشي ما نقضيش كل شيء. أنا كتعبت
باش تاخذ مثال ديما ناقص، تلقى ديما ناقص. ناقص لا ديما، والاسعار تفاجأ، ترقد على السعر تقوم تلقاه السعر تغير. ومع الاسف ما بين ظفرين ما بعد ما اصطلح على تسميته الثوره اللي نقولها تخلويضه وقعت في تونس. لا لا لا، يعني انتفاضه، رغبه في تغيير الواقع، لكن الثوره عندها اصولها وعندها اخلاقياتها وعندها نتائجها. تشوف الدول المتقدمه معناها بعد الثوره الفرنسيه ولا الاسبانيه ولا البرتغاليه قعدوا سنوات عديده حتى الدوله وقفت على ساقيها ولات حقيقه تقول دوله تتمتع بالحريه وبالديمقراطيه. احنا مثل شعبي، مصطلح نقولوا اللي مش متسانس بالبخور تتحرق حوايجه. احنا ماناش نتاع ثوره ومتاع ديمقراطيه ومتاع حريه، متاع انه نسعى صحيح باش نطبقوا القانون، لكن ما نتجاوزوش، لانه عندنا فساد يجرنا الى وجود الفساد اللي قاعده الدوله تسعى باش تقاوم الفساد، بدءا برئيس الدوله وبالمسؤولين الكبار. احنا ما داب الفساد ينخرنا، ما داب هناك نقص في اساسيات الحياه على مستوى الاحتكار. توا بالله دوله تنتج الحليب والسكر ونلقاو الصف معناها من 5 من 6 بتاع الصباح قدام المغازات الكبرى، هذه نتيجه الفساد والاحتكار. اذا نرجع للجانب الاقتصادي، المواطن التونسي صار يعاني من غلاء المعيشه، وهذه ظاهره ليست مرتبطه بتونس فقط بل في العالم. كل شيء غالي، كل شيء مش حاجه رخيصه. اقسم لك بنحط عليه يدنا نار ومسمار، كل شيء غالي. الخضره الكل، الغله الكل، ولا الحوت؟ الغله كل شيء، كل شيء، اللحم كل شيء، كل شيء. والجولية كل شيء غالي، كل شيء. قديش دخلت للسوق؟ دخلت ب 50,000. 50,000 ما تعبيلكش القفه؟ لا لا، تعبي مش ما تعبيش، تعبي ما ياسر. فهمني، واحد علي ب 20,000. شنو الحاجات الغاليه سمح؟ كل شيء اللي تصوروا في بالك، كل شيء، كل شيء غالي، اما شيء رخيص اللي تحط عليه يديك غالي. يعني حتى مع بدايه العام الجديد ما فمش؟ كل شيء بالعكس، يمكن زاد، يمكن حاجات زادت مش نقصت، يمكن حاجات زادت كيما اللحم بار اكزومبل، كيما اللحم اكثر من الطاقه نتاعو. اللحم توا ب 40,000، 40 البقري 37 38. الحمد لله. يعني حسيتك فرحان وانت شاد القهوه؟ ماناش نعمل، مانا فرحانين ماناش نعمل. بالحق فرحان؟ اي. عندك قداش وانت تحوس باش تشري القهوه؟ عندي برشا نحوس، شدينا السب وخذينا. شد الصف على القهوه؟ ما علاش. يعني عندك مديده ما عملتش قهوه عربي؟ عندنا مدة. شنو الحاجات المفقوده اليوم اللي تشوف؟ كلها مفقودة. الدنيا كلها مفقودة، كل شيء نسمي لك كلها مفقودة، كل سميد، فارينة، سكر، حليب، كل. فهم الاسعار كالبرتقال رخيص هكا هو، كالبرتقال رخيص هكا هو، مش حاجة أخرى رخيصة كالبرتقال. انت تحكي حسيتك هكا يائس، هكا شو فما يائس؟ ماكش متفائل؟ باش مش تفائلوا، فما شيء حاجة تحبها متشاء ما تلقاهاش، بفلوسك ما تلقى شيء، كيفاش تحب الواحد ما مش يائس.